السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. هنعمل النهاردة فيديو مميز او فيديو من الفيديوهات المحببة على قلبي يعني. فيديو تجمع العيلة، وهنشوي معاكم ان شاء الله ذرة برضو من اللي احنا زارعينه، يعني مش شاريينه من بره، يعني ده ذرة بلدي. ابو زياد كان زرعه، ربنا يا رب يديله الصحة ويخليهولنا. النهارده كان طارح، وطلعنا الكيزان بتاعته او شلنا الكيزان بتاعته كده من على العيدان، وهنشويه ان شاء الله كده مع بعض. طبعا الذرة ده كان مزروع في جنينة البيت عندنا يعني. فلما طرح قلنا طبعا مش هناكله لما تكون العيلة كلها متجمعة. ربنا يا رب يديم علينا لمة العيلة كده يا رب، وما يحرمناش من بعض ابدا، ويبعد عننا عيون الحاسدين الحاقدين، اللهم امين. احنا هنا بقى كنا قطعنا الكيزان من على العيدان الخضراء اللي انتوا شايفينها معانا كده، وهنبدأ ان احنا نقشره. طبعا ما شاء الله الذرة ما شاء الله كله حب يعني، وما شاء الله كان طري ومسكر وطعمه زي العسل. يا ريت كل حبايبنا كانوا معانا في الوقت ده. طبعا احنا في اليوم اللي بيكون مثلا هنشوي فيه ذرة او كده، بتبقى طبعا العيلة كلها متجمعة، لان طبعا اكل الذرة او اكل الحاجات دي ما بتحلاش الا في اللمة يعني. انا هنا قشرت الكمية بتاعتي طبعا من الغلاف بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا ده الكانون بتاعنا او الحاجة اللي احنا هنشوي عليها. ده حاجة كده ست الحبايب عاملاها، ربنا يا رب يديلها الصحة، وقلنا نستغلها يعني في الحاجة دي. فاحنا هنا لما نكون عايزين نشوي سمك او نشوي ذرة، بنبقى قاعدين في الاجواء بتاعتنا الريفية طبعا دي، بنبقى قاعدين كلنا تحت كده في جنينة البيت، وبنشوي طبعا الذرة او بنشوي السمك، وبناكل كلنا تحت يعني. طبعا انا هنا بقى الكانون بتاعي كان شغال، والصاجة بتاعتي سخنت خالص. بدأت ان انا احط كيزان الذرة بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا كده، وبدأت ان انا احط له قش او خشب من تحت، او من الفتحة اللي انتوا شايفينها معايا دي، عشان طبعا تسويلي الذرة من فوق. عايزة اقول لكم ان الريحة بتاعته كانت طالعة ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك يعني، طالعة تحفة. الريحة بتاعته طالعة تجنن يعني. عايزة اقول لكم بقى ان احنا في الوقت ده كده كان وقتي بعد العصر كده، كنا قرب المغرب. في الوقت طبعا اللي بيبقى الجو فيه بدأ ان هو يرطب، والجو فيه بيبدأ ان هو يبقى حلو يعني. انا هنا برضو يا بنات عايزه اقول لكم برضو على حاجه. عايزه اقول لكم ان لمه العيله او اللمه الحلوه دي من اجمل الحاجه اللي بتمر على الانسان، بالذات لما تكوني مع ناس بتحبيهم وبيحبوك. وعايزه اقول لكم كمان انها من اجمل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها. ربنا يا رب يديمها علينا نعمه يا رب، اللهم امين. هنا بقى كان الذره بتاعي بدأ ان هو يستوى او ياخد لون كده من الجنب. كل ما ياخد لون هبدأ ان انا اقلبه على الجنب التاني اللي عندي ما يستوي معايا خالص. عايزه اقول لكم ان في الوقت ده الريحه بتاعته كانت طالعه ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه كده تحفه. هنا بقى كنت بوريكم شكل الذره اللي مزروع يعني في جنينه المنزل او حديقه المنزل. ودي كانت شجره التين. طبعا يا جماعه احنا كنا تين منها، بس ما صورتلكوش يعني، او ما صورتش معاكم التين واحنا بنشيله من على الشجر. حبيت ان انا اخدكم معايا في الاجواء بتاعتنا ديت، او اوريكم الاجواء بتاعتنا عشان طبعا نغير جو مع بعض. احنا هنا بقى بدأ الجو اللي هو يعني يضلم علينا كده زي ما انتوا شايفين كده، لكن برضو احنا لسه قاعدين برضو، وهنكمل برضو معاكم الاجواء برضو زي ما قلت لكم. هنا بقى عايزه اقولك ان الذره، طبعا الذره المشوي زي ما انت عارفه ان هو له فوائد كتير. من اهمها طبعا ان هو طبعا بيستخدم للتخسيس، يعني ينفع للدايت لانه بيحسسك بالشبع والشعور بالامتلاء لفتره طويله. فعادي يعني انت لو عامله دايت او رجيم، كلي برضو الذره عادي، لانه طبعا بيحسسك بالشبع لفتره طويله يعني. وعايزه اقولك ان اي حاجه ربنا خلقها اكيد لها فوائد عظيمه يعني. عايزه اقول لكم بقى ان هنا كان الذره بتاعي طبعا كامل السوا بتاعه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا كده. هنبدا ان احنا طبعا نشيله من على الصاجه بتاعتنا. طبعا عايزه اقول لكم ان العيله كلها ورا الكاميرا يعني مستنيه الذره يطلع. وطبعا يا بنات، اهل جوزي هم عيلتي التانية. اللهم عائلتي دائما وابدا، واكفنا شر خلقك وحزن الحياة، اللهم امين يا رب. لو وصلنا لعندي هنا من الفيديو، لايك وشير، وقولوا لي يا جماعة رأيكم في التعليقات لو عجبكم الفيديو، لو عايزين فيديوهات تتعمل لكم كده تاني. وكمان لو عايزين نكمل في سلسلة الأجواء الريفية دي أو الفيديوهات البسيطة اللي انتوا شايفينها معايا دي، قولوا لي برضو حبايب قلب رأيكم في التعليقات. واهم حاجة اللايك الجميل بتاعكم. والسلام